فلا شك أنه من أبناء العاهرات، من أبناء الزانيات، من أبناء الإكحاب. وإلا الأحاديث الشريفة في النواصب تكون كاذبة وحاشا. هذه القضية الموافقة ديال الزوجة ما عندها علاقة بالشرع. ما عندناش في الدين ديال الإسلام أن الزوجة توافق. ما توافقش، من حقها ما توافقش. هذا جدلا لو أنها لم توافق، يعني نساير كان في هذا الموضوع هذا. ما عندناش في الشارع حتى توافق الزوجة، راه ما غتوافقش. 93 ولد داك كيشجعك واقوى منك، كيفاش كيشجعك اقوى منك وراجل وهز الاثقال وكيحرض 117. كيفاش كتحس بالمتعه انك عندك بزاف العيالات؟ عندي جوج يا امراه، عندي زوج وعرفنا وطلقتي وحده وعندي زوج والشرع عطانا 4. احببتي ام كرهتي ربي شتي ربي عطانا 4. احو فيكم ربي عطانا 4. موتي بالغدايد. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كوني شيخ مزيون وجميل وهذا واسماء الدليل انهن يتحرشن بي. هذا هو الدليل. هذا هو المعيار. اذا تحرشت بي فلانه او تلتانه او علانه ما ذنبي انا؟ يقول لي هؤلاء لا شك أنهم زنادقة، نواصب، أبناء العاهرات، أبناء الزانيات، أبناء الإكحاب، لا شك. أما المسؤولية، الملك مسؤول، فإن لم يعاقب فنكتشف أنه أيضا زنديق ناصبي ابن القحبة، لا شك في هذه الأمور. من رضي بفعل قوم فهو منهم.